ستات العالم قلدوها 200 سنة لقدام. الملكة فيكتوريا. نرجع لورا شوية في القرن 19. الملكة فيكتوريا ما كانتش ملكة عادية، اتولدت في قصر وتربت تربية صعبة جدا لغاية ما توجوها ملكة وهي عندها 18 سنة. الكتير ما يعرفوهوش عن الملكة فيكتوريا انها عانت من الوحدة في فترة مراهقتها، وكتبت في مذكراتها: انا حزينة، كل اللي حواليا بيحاولوا يتحكموا فيا. وفي الوقت اللي كان الجواز الملكي مجرد صفقة سياسية، فيكتوريا وقعت في حب ابن عمها الامير ألبرت. ألبرت كان شاب ألماني هادي متعلم بيفهم في العلوم والفنون، يعني مش امير دمه تقيل خالص. فيكتوريا كتبت عنه في مذكراتها ان هو بيرجعني لطفولتي، اخيرا معاه بحس ان انا في امان. والاول مره ملكه تختار شريكها عشان الحب مش عشان تحالف دولي. لكن التمرد موقفش عند الحب بس. الفساتين الملكيه وفساتين الافراح كانت في الوقت ده تحفه بمعنى الكلمه، كله الوان واحجار كريمه، وعلى حسب الطبقه الاجتماعيه اللي العروسه كانت فيها كان بيتحدد شكل الفستان ولونه والقماشه بتاعته. بس فيكتوريا بقى اختارت حاجه غريبه جدا وقتها: الستان والدانتيل الابيض. اشمعنى الابيض؟ ده كان في وقتها لون حداد، بس فيكتوريا كان عندها 3 رسائل عايزه توصلهم من اختيارها للون الابيض. اول رساله هي النقاء كرمز لحبها هي وألبرت، والبساطه عايزه تقول ان الجواز مش عرض ثروه، والاقتصاد لان الفستان كان من الدانتيل والستان الابيض الانجليزي. هي كانت عايزه تدعم الصناعه الانجليزيه ضد الصناعه الفرنسيه. بس الرساله الرابعه بقى هي سياده، اللي هو انا ملكه واعمل اللي انا عايزاه ورايي هو اللي هيمشي. الصحف وقتها هجمت الفستان واللون الابيض مش عملي، وازاي هتلبس لون حداد في فرحها ودي ملكه. لكن فيكتوريا كانت عارفه ان الصور الرسميه للفرح تنتشر في اوروبا كلها، وده بالظبط اللي حصل. البنات بعد الفرح بداوا يقلدوها، وطبعا بعد ظهور المجلات النسائيه في القرن العشرين بقى الفستان الابيض رمز الاحلام لكل عروس. فكرت انك لو اتجوزتي بلون تاني هتكوني مختلفه؟ اللي يضحك بقى ان فيكتوريا هي الست المختلفه اللي خلت الابيض بقى عادي. السؤال بقى اللي محير المؤرخين: فيكتوريا فعلا كانت عبقرية موضة ولا كانت عايزة تعمل حاجة محدش يتوقعها؟ المهم المرة الجاية لما تشوفي عروسة لابسة فستان أبيض افتكري إن ده فستان تمرد ملكة صغيرة قررت تكتب قصتها بلونها المفضل. ما تنسيش تتابعيني في بودكاست بطلة الحكاية عشان كل واحدة عندها حكاية تستاهل تتحكي.